الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ علي؟ الله يخليك، من وياي؟ انا شخص يعني ما اريد اذكر اسمي لان اخاف يهدد انه يقتلوني. تمام. نعم. انا ما تحضرني الكلمات لان الحاله اللي بيها يمكن ما لها مثيل استاذ علي. ابدي لان الوقت يمكن ما يساعدني لان قصتي كلش طويله. انا صراحه تزوجت 2006 استاذ علي. تمام. الو. انا وياك اسمع. اي نعم 2006 عزيز. وقبل 6 اشهر اتضح لي انه زوجتي تخونني ويا ناس بالمنطقه، فهي مو بنت عمي غريبه عني، ودزيت خابرت اهلها واخذوها، فرحت اخواني قلت لهم بانه هاي المره هيك وهيك، ما كانت عندهم رده فعل. صديقي انا اعتذر بس حتى انه نركز على النقطه. انت تزوجت ب 2006. نعم. وشنو اللي صار؟ قبل 6 اشهر، هاي من 2006 قبل 6 اشهر انه اتضح لي تخوني ويا نفس المنطقه جيراننا. تمام. فاخبرت اخواني قلت لهم يابا هيك وهيك، هاي بعد ما اخذوها اهلها ما كانت عندهم رده فعل على الموضوع. فبعدين تبين لي انه هم اخواني نفسهم هم يخونوني وياها. الله. زين. وحاكيتهم قلت لهم هيك وهيك ليش؟ وتعاركوا وياي وضربوني. عندي هم دول اخواني من ابويا، فعندي اختي من ابويا وام ابويا تحبني، فقالت ما دام هيك وضربوك ترى الولد مو الك، اربعتهم، انا عندي 4 اولاد، 2 بنات و2 ولد استاذ علي. لا اله الا الله. نعم. اي قالت مو من عندك. قلت لها شلون هذا الحكي؟ قالت مثل ما اقول لك احنا نسوان ونعرف. انا جيت للبيت، رجعت لزمن زهراء عمرها 9 سنوات، بس انا اقول لك ذكيه جدا. فقلت لها بابا زهراء انت شنو ماما تقول لي؟ تقول لي انا تقول لي ماما بانه انا بنت اخوك من اخوك يعني، وعندي زهراء وعندي علي وعندي آمنة ومحمد. محمد وآمنة من أخويا الثاني، وعندي علي ابني من أخوها، يعني مخلفة من أخوها استاذ علي. يعني طامة، يعني ما أدري شلون. ورضيت بالأمر الواقع وانكسر وجهي بالمنطقة وبعت البيت وخفت يقتلوني لأن أنا صراحة يقتلوني. وسافرت تركيا وعندي أدلة وجوازات. بس فهمني بس بدون ما اعرف اي شخص هناك. هاي قبل تقريبا شهر من رجعت، ضليت هناك ورحت على اليو ان. قبل لهم ايتام واولادي انا احبهم ولحد الان احبهم. بس اذا تسمعني ورحت هناك. نعم. اذا تسمعني. نعم. ثواني الله يبارك بيك. قبل ما سافرت، بس حتى نوضح القضيه، انا ما اعرف شنو اللي صار براسي يعني. انا لك استاذ علي. استاذنا الغالي. نعم. يعني انت شلون اتضحت انه هم او هي زوجتك تخونك ويا اخوانك؟ الله اكبر. شلون اتضح لك هذا الموضوع مثلا؟ انا نسبتي ضعيفه بالانجاب استاذ علي، انا نسبتي ضعيفه بالانجاب. هاي بالاضافه الى انه قالت لي اختي. نعم. وتجيك الكلام وانا عندي دليل. فاستاذ علي اواصل كلامي لو تمام. اجيب لك الدليل. تمام. نعم. فسافرت هناك ما اعرف احد، ردت بس انجب نفسي واعيشهم. رحت لليو ان ما سوى لي صوره حل، رحت للسفير العراقي كان رده ما اعرف شنو، يقول لي بابا ماكو مشكله انت رجع الاولاد لامهم وهي تعرف الاب. فظليت هناك فتره، خلصت فلوس، شفت ماكو نتيجه، رجعت من تركيا للبصره وخليتهم يم هاي اختي اللي تحبني اللي قالت لي. وخذت بس البنيه زهراء لان هي شويه كبيره عمرها 9 سنوات، اخاف عليها قلت ياخذوها. ظلت يمي ببغداد وسويت دعوه بالعطيفيه بذات السلاسل. زين. وحطيت محاميه وقالت لي بانه انت تدعي ما عندهم جناسي وتريد تثبت بنونتك، ومشت الدعوه ودزيت لها بلاغ وما حضرت يوم 16 هذا اللي المضى اللي زوجتك ما حضرت زوجتك؟ ما حضرت. نعم سيدي العزيز ما حضرت. والقاضي ما اخذ بحكي، قال لي انت شلون تقول ما عندهم جناسي؟ انا ما اصدق حكيك، انا اريد كتاب، انا عندهم جناسي. بس هي المحاميه اللي قالت لي خوف الله عليها، بس هي راح تنجح الموضوع وبكت علي
وكل من يلاقيني يفتش علي. بالمطار انا سافرت يفتشون، اكو عالم قلت لهم. رحت لليوان اكو عراقيين هناك هم شفتهم، حكيت قصتي بكوا. ما اعرف وين، ما يعني حتى بتركيا لما رحت يشوفون 4 اطفال ويا رجل، وحده عمرها 3 سنوات امنه، وعندي هذا علي عمره 5، وعندي محمد بس هو هذا عمره 10 شويه يفتهم. اقول 4 اطفال. قلت ما يخالف ارجع صلب الموضوع. فقال لي تجيب كتاب من النفوس من البصره بانه ما عندك. انا انقطعت بي السبل، اريد اثبت حقي، يعني اقتص منهم بالقانون. انا ما عندي عنف، انا رجل ما عندي هذا الموضوع، مجرد انه امشيها على القانون. وبنفس الوقت البنيه راح عند ابن خالتي بالشعله، وخليت البنيه يمه، فهو الظاهر متفق وياهم، هم خايفين مني. فجو اخذوها من عنده بالغصب، جايين من البصره، هو متفق وياهم. وتلاقيت وياه، قلت للبنيه خطبت، قال لا عند اهلها، واتصلت بهم والطوني سمعت صوتها اللي ارتاحت. اتفق، هم خايفين من عندي استاذي العزيز. بس فهمني. اوكي تمام. انا هسه وضحت لي الصوره. يعني انت هسه حاليا من قمه هذه الدعاوي والشكاوي وكذا تريد تاخذ حقك منين تاخذه؟ من اخوتك؟ اخوتي هم الفاعلين، هم زانين، يعني مرت اخوهم يا استاذ علي. انا يعني وياك، ما اعرف يعني. الله اكبر، الله يكون بعونك، الله يكون بعونك. يعني انا كنت يعني اسال علي، كنت عندي محل شارع الكويت بالعشار، وخير من الله، وعندي بيت وعندي سياره زين، وما مقصر عنها، وتدهورت اموري نتيجه انه على قولتك عندنا حكايه يقول لك المرء تجيب الفقر لو طار، لو تجيب الخير لو طار. يعني هي دمرتني، حطمتني. ومع ذلك انا كانت اموري جيده بوقت، عندي سياره جنبي اشتغل كوستر، وعندي بيتي. بس من اكتشفتها بعتهن ذني وسافرت بيهن، وما بقيت. هسه قاعد بفندق بالعلاوي استاذ علي. الله. 3000 دينار والله العظيم. وطلعت لي امس على الباب الشرقي، لقيت هذا واحد اسمه مؤيد، قلت له عامل مغاسل اصير في سبيل انه اطلع بسكوتي. الله اكبر. واطفالي ما ينطوهم عندهم، والله العظيم استاذ علي. اطفالي انا احبهم، واطفالي ما اتبرى منهم، بس هذول المجرمين يعني ما ادري من يا طبقه، من يا يعني لا سواها البوذي، لا سواها السيخ، ما اقدر اذكر ديانات اخرى. يعني هذول اللي ما يعرفون الله تماما، اللي يحرقون الميت. بس انا حرقوني انا عدل استاذ علي. 4 اطفال باوى عليهم، اتاني يمتى يكبر محمد عمره 10 سنوات ويتضح لي مو ابني. الله. ما اعرف. انا اكلم اي اب يعني شو يحس بوقتها ما اعرف. وانا اناشد القانون، اناشد وزاره العدل، المجلس القضاء الاعلى ينظر بحالي. ليش دول الشرذمه؟ دول وباء على المجتمع، والله وباء. هسه هم اولادك وين؟ تقول بابا اخوها يسوي بيها قدامي. انا استغرب. انا السالفه طويله شلون انا اخذتها وشلون خطبها اخوي من ابويا، وانا كنت ببغداد ورحت البصره. بس افهمني. هسه هم وين هسه؟ نعم. هسه هم وين اولادك؟ اولادي عندهم بالبصره، وانا ببغداد قاعد بفندق. تمام. اولادك ليش هم ماخذينهم؟ البصره احنا هناك هم عندهم معارف وعندهم فلوس. اعتراف من اختي وحده وياهم، والله تقول لي انت شو لك بهالسالفه؟ ترى باوع عندهم فلوس ويطلعون من عندها، وبطل من هالسالفه واخضع وارجع لمرتك واقعد واسكت. يعني لازم انا ما اعرف شو اوصف حالي. يعني يريدون يعني يردوك ان ترجع لزوجتك. اي ارجع لزوجتي، والامر الواقع ارضى ان اكون. واذا ما رجعت نعم ما الفرها، انا شاذ يعني ما اعرف. تمام. حيدر الصوت. واذا ما رجعت مثلا، هم يردوك ترجع لزوجتك حتى هم تبقى هي سوالفهم ويا زوجتك. نعم يسلم عقلك، يسلم. يعني ما اعرف يا استاذ. يعني هم يريدوني اضعف، بس ما اضعف. انا اظل بالشوارع هنا والله. هي زوجتك هسه وين؟ زوجتي عند اهلها، والاولاد هو بيناتهم. اهلها يدرون قريبين علي. نعم قريبين عليهم. اهلها يدرون باللي سوته هي بتهم؟
يدرون كل الزين، لان علي من اخوها، وحسب قول زهراء عمرها 9 سنوات بس بالغت الذكاء، تقول لي بابا حتى ابوها ينام وياها. والله استاذ قسم قران 3 مرات علي، وانا اتحمل مسؤوليه كلامي امام الملأ. هسه انا احكيها هذا بس اتحمل مسؤوليه كلامي. نعم استاذ. الله أكبر. ما ادري مين من ذولي ما اعرف. هاي مو عائله. الله اكبر. عندهم جاع وعرب، هم ما اذكر اسمهم انا هسه، ما اريد اذكر اسمهم. وعندهم حسينيه، ما اقدر اقول حسينيه عندهم، بس بعد ما اقدر يعني ما يعني يدعون بالدين. انا شفتهم يعني هم لهم واجهه، بس بهالمستوى والانحراف ماكو هيك يعني. لا صارت بالدنيا وين قعدت بيهم ذولي. اخوي خطب لي اياها وروح استخبروا انتم. انا كنت ساعه كنت ببغداد من 86 رجعت 2002 صار السقوط. سويت نفسي 2006 هو خطب لي اياها، لان هو ابن عمها بالميناء وياه بميناء قصر. عنده شركه شحن وتفريغ، وعندهم ارتباطات وعمل ومصالح. وبالاضافه لهذا الموضوع انا من اتضح لي الموضوع رحت الشيخنا، وشيخنا هم عنده حصه بالشركه، افترض عليه قالوا تحكي على شرفنا، وانطوني ورقتي ورا يومين قال لي انت ذابينك. والله العظيم انا حتى شيخكم هم كسرك من العشيره ذبك. نعم. اقول لك حتى من ريحه شيخكم ما شكاك، قال لك خلاص انه انت تطعن بشرفنا وطردك مره ثانيه. نعم. وهم يجوا كلهم وقعدوا بالديوان يريد يضربوني، حتى يقول لي تحكي على شرفنا. هم مخوفين يعني ما اعرف ما اوصف. انا عندي توجع القلب الحكايه. يعني القران جبت للقران قلت له حط ايدك علي، قال لي انت تطلبني؟ قلت له احلف عدل. عاد ليش تحلف علي تاشر علي؟ والله العظيم. أنا إذا تسمح لي أخونا الغالي. نعم حبيبي. حقيقة أنه الله يكون بعونك، هذا ظلم بحد ذاته، وشاكر اتصالك. ورمت قلوبنا. كلمة واحدة أستاذ العزيز، أنا أناشد القضاء الأعلى العراقيين اللي يدافعوا عن اليزيديات، اللي يقولون ما أعرف يعني شنو من ذولي. خلي يسوي لي صورة حل. يعني أنا شنو ذنبي؟ 4 أطفال حتى ما أشوفهم أخذوهم وهم باسمي. لا إله وهم مفاعلين اشياء رديئه ما يقبل بها حتى اي دين بالعالم. أنا شاكر اتصالك. قضيتك صارت طبعا رأي عام، كل الناس سمعتك، كل الدنيا سمعت مظلوميتك. أنا شاكر اتصالك، ولكن إنه إحنا بيا زمن، الله أكبر، إنه إحنا بيا زمن